في ظل التطورات التي تحصل في اتفاقية 10 من آذار وذهاب الوفود واللقاءات والمفاوضات التي تحدث، أين هو الملف الكردي من هذه المفاوضات؟ وما هو مستقبل الكرد ودور الوفد الكردي المنبثق من كونفراس وحدة الموقف الكردي؟ أين هي المطالب التي انبثق عنها الكونفراس؟ نعم، اتفاقية 10 من آذار هي اتفاقية شاملة لكل سوريا وللإدارة الذاتية مع سوريا ولكل سوريا. أما بالنسبة للشأن الكردي فأعتقد أن هناك بندان، البند الثالث والرابع، يتعلقان بالمسألة الكردية ومسألة المكونات السورية. ولهذا أعتقد أن مؤتمر وحدة الكلمة الكردي الذي حصل هو لإحقاق هذه الحقوق. يعني أنها كانت اللجنة التي تشكلت باسم المؤتمر الكردي هي تشكلت أعتقد لإتمام هذه الاتفاقية. ولهذا نحن طبعا أنا حسب قناعتي ننظر إلى ذلك بأن اللجنتان تكملان بعضهما البعض. يعني اللجنة التي تقوم الآن بالنقاش حول الأمور العسكرية والسياسية وكيفية إدارة سوريا وكيفية العلاقة بين الإدارة الذاتية الديمقراطية ودمشق، بينما الشأن السوري الشأن الكردي ضمن هذه الاتفاقية ومع الشأن اللجنة التي تمثل الكرد، المؤتمر الكردي. ولهذا هناك تنسيق بين الطرفين بين اللجنتين، وفي الوقت المناسب ستكون هناك طبعا لجنة كردية تراقب الوضع وتضبط كل الأمور بحيث المخرجات المؤتمر الكردي. يعني مع التطور الآن يعني الحكومة في دمشق كانت تتهرب من كل شيء، تتهرب حتى من اللجنة الإدارة الذاتية، وتتهرب من لجنة، يعني اللجنة الكردية أيضا طلبت من الرئيس الشرع اللقاء أو موعدا، إلى الآن لم يجاوبوا. ولهذا أعتقد أن اللجنتين تكملان بعضهما بعضا، واحدة للمجموع بين الإدارة الذاتية وسوريا والشأن السوري، أما الأخرى فهي للحقوق الكرد، لإحقاق حقوق الكرد في هذه الاتفاقية وللمطالب الكردية بشكل خاص. وهذا ما سيجري طبعا مع الأيام. ولكن يعني سنجد وفدا كرديا يذهب إلى دمشق لتثبيت الحقوق الكردية وفق ما انبثق عنه الكونفراس سيد صالح؟ نعم طبعا. يعني البنود التي مخرجات الكونفرنس هي 14 بندا. أعتقد على جميع الأطراف التي حضرت الكونفرنس توافقت عليه، ومن جملتها طبعا الأحزاب الكردية الموجودة ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية بما فيها حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي. ولهذا أعتقد أنها تشمل الجميع، والجميع ملزم بالتقييد بهذه المخرجات.